السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الممبار. أول حاجة معانا التسبيكة، وهي معانا 2 كيلو طماطم متقطعة مش مخلوطة، متقطعة، ومعانا 5 بصلات كبار متقطعين صغير، ومعانا معلقة كبيرة هرسة الشطة، ومعانا حتة ليا صغننة متقطعة، ومعانا التوابل فلفل اسود وبهارات وقرفة وكمون وبابريكا ومعلقة سكر صغيرة. من كل ده معلقة صغيرة ممسوحة. اول حاجة هنحط الزيت في الحلة. الطماطم ممكن تضربيها في الكبة او تقطعيها بايديكي، انا مش بخلطها في الخلاط تبقى عصير. وهحط بعد كده حتة قلية في الزيت لغاية ما تسيح شوية مع الزيت لمدة دقيقة كده وانا موطية عليها. بعد كده هحط البصل علشان يدبل في الزيت. انا مش هحمر البصل قوي، يعني هديله لون خفيف قوي مش زي المحشي برضو، يا دوبك هيدبل بسيط قوي. وهحط مع البصل معلقة ملح علشان الملح بيساعد في تحمير البصل او انه بيدبل بسرعة، علشان الكمية دي كبيرة هقعد كتير قوي عقبال ما تتحمر او تدبل. معلقة ملح صغيرة كده زي ما انتم شايفين، وهفضل اقلب لغاية ما البصل يدبل معايا. انا مش هديله لون اصفر قوي، يعني اصفر خفيف جدا، هو مش باين قوي هنا، بس انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزة البصل يبقى طعمه صحيح شوية في التسبيكة. وهحط التوابل زي ما قلنا، ال7 بهارات والبابريكا والسكر والقرفة والكمون والنعناع المجفف، لو مش حابة تحطي نعناع براحتك. وهحط الطماطم. شايفين الطماطم انا مش خلطاها، الطماطم دي مستوية مش ناشفة، وانا مقطعاها لقطع صغيرة جدا. عايزة تضربيها ضربتين كده في الكبة اسهل براحتك، بس ما تخلطهاش. وهحط معلقة الكبيرة هريسة الشطة، بتدي طعم ولون حلو قوي في الاكل. لو مش عندك ممكن تقطعي قرن فلفل او تحطي شطة حمرا عادية اللي هي المجفف. بعد كده هنسيب التسبيكة تتسبك، لازم تتسبك قوي زي ما انتم شايفين كده، والزيت بتاعها يطلع على الوش، ما يبقاش فيها مية. انا بسبك للممبار، مش بعمله، ناس كتير بتعمله ني في ني. جربوا تسبكوله، هيفرق في الطعم وهيبقى لونه حلو كده. انا بسبك الطماطم قوي، وينفع التسبيكة دي تعملوها برضو لأي نوع من المحشي. تاني حاجة معانا، انا هعمل كمية 2 كيلو ممبار، او 2 كيلو زيادة شوية ونص او ربع تقريبا. معايا هنا كيلو من الرز المصري مغسول، ومعايا خضرة. انا بحب اكتر الخضرة في المحشي زي ما انتوا عارفين، او اي نوع بحشيه، يعني اي حاجة بحشيها. انا معايا حزمتين كزبرة، ومعايا حزمتين شبت، وحزمة واحدة بقدونس. وبقلب الاول الخضرة مع الرز، مش بحطها على الصلصة علشان تفضل محتفظة بالخضار بتاعها وبطعمها. بقلب الرز مع الخضرة الاول، وبعد كده بحط الصلصة او التسبيكة، وطبعا بكون مملحة التسبيكة، وبقلبها مع الرز بعد كده، ولو احتاجت ملح تاني بحطلها. زي ما انتم شايفين التسبيكة ده سمكها مفيهاش مية خالص، لازم انشف المية اللي فيها علشان تديني نتيجة احسن. عايزة اقول لكم ان الخلطة دي كده لو عملتوا بقى اي نوع محشي هتبقى حلوة جدا برضو، سواء كرنب او بتنجان او ورق عنب. انا بقى كان عندي الممبار كان جاي متنضف، يا دوبك حطيت عليه حبة خل وحبة ملح ودعكتهم في بعض ونقعتهم بالظبط 5 دقايق في الخل والملح والمية،
وبعد كده شطفته من جوه ومن بره، وبعد كده صفيته في مصفى. هو ما كانش محتاج تنظيف لانه اصلا كان جاي نظيف، يا دوبك بس انا عملته بالخل والميه وليمون كمان وحبة مية، وما تنقعهوش كتير علشان ما يدوبش قوي او يتقطع مننا، لان الممبار بيبقى ضعيف. الممبار ده اللي هو فيه دهون، انا بحط الدهون من جوه وبحشي الممبار بالطريقة دي. واهم حاجة ما تحشيش الممبار كتير علشان ما يفرقعش، وتقعدي توزعي كده الرز من جوه زي ما انت شايفة. ده ممبار بلدي اللي هو بيبقى فيه دهون، انا بخلي الدهون من جوه ناحية الرز، ومن بره بتبقى الطبقة اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجة توزعي الرز كويس زي ما انا بعمل كده، علشان ما تبقاش حتت تخينة وحتت رفيعة او حتت تفرقع وحتت تفضل زي ما هو. طبعا باخد حبة حبة من الخلطة علشان الممبار ما يزفرش الخلطة كلها. انا بحشيه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وزي ما قلت لازم توزعي الرز يبقى كله سمك واحد. واهم حاجة هقولها تاني، ما نزودش الرز فيه. الممبار ده كان جاموسي، هو كبير شوية بس كان طعمه حلو جدا. وطبعا الممبار بيبقى جاي كله حتة واحدة، تقدري تقطعيه للطول اللي انت عايزاه. انا الطول ده بالنسبة لي كان مناسب جدا. وهقول تاني، انا بجيب الممبار بنقعه في خل وليمون وملح وشوية مية بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق، مش اكتر من كده. وبعد كده بشطف. بعد كده غليت المية، لازم تبقى المية مغلية، وحطيت لها ورق لورا وفلفل اسود وحبهان، وهحط الممبار يستوي فيها. انا سلقت الممبار في الحلة البريستو، لو عندك حلة بريستو ممكن تسلقيها فيه، بس بياخد يعني 35 دقيقة حلوة قوي لسلق الممبار علشان يطلع معاكي بنتيجة احسن. طبعا حلة البريستو انتوا عارفين بتسلق الاكل اسرع من اي حلة تانية. بعد ما اتسلق الممبار شايفينه كده، انا هبتدي احمره. في ناس مش بتحب تحمره قوي، وفي ناس بتحطه في الفرن، وفي ناس بتحب تاكله كده زي المصامت، بيبقى حلو برضو. بس انا بحبه متحمر قوي عشان يبقى مقرمش. طبعا ما تنسوش لو عجبكم الوصفة تدوسوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. انا بحمره على الناحيتين زي ما انتوا شايفين. جربوا الوصفة وان شاء الله مش هتندموا. شايفين لونه حلو ازاي، كان مقرمش طعمه حلو. وبعد كده ده الاكل اللي قدمته معاه. فتة كوارع، وان شاء الله هتشوفوها في فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.